ما تيجي اقول لكم ازاي عملنا العظمه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني من الحلقه اللي فاتت. احنا النهارده هنعمل بردك معجنات، بس معجنات مختلفه شويه. هنعمل بيتزا تشيكن رانش، دي ما شاء الله عليها هتشوفوها جميله وسهله ومكوناتها في كل البيوت. وهنعمل فطيره شرقيه نفس الكلام، بردك مكوناتها في كل البيوت. ونبدا حلقتنا مع تشيكن رانش. كوبايتين ونص دقيق، ذره ملح، خميره ناخد بالظبط 5 جرام، معلقه السكر بتاعتنا طبعا، الحشوه بتاعتنا، بصلايه متقطعه، فلفل رومي متقطع، عدد 2 طماطم، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، بابريكا، فلفل اسمر، ملح، زيتون مخلي اخضر وزيتون مخلي اسمر، بانيه متقطع مكعبات، الزبده بتاعتنا، ومعانا ميه وزيت. دلوقتي احنا هنختبر الخميره بتاعتنا، احنا واثقين فيها بس دي طبعا في خميره ما بتبقاش مظبوطه، فاحنا هنختبرها. هنحط قيمه 5 جرام خميره، معلقه سكر كبيره، والميه بتاعتنا. هنقلبهم الاول وهيتفاعلوا مع بعض، وهنبدا الوصفه بتاعتنا على طول. هنبدا في المكونات بتاعتنا. هنحط الدقيق والخميره بتاعتنا خلاص اختبرناها، معلقتين الزيت، وهنبدا نقلب بالراحه. هنحط طبعا الميه، هنحط السرسوب هنعجن الاول كده لحد ما تعمل كوره، وبعدين هنستعمل ايدينا. نقول بسم الله ونسمي الله واحنا بنشتغل. احطها على الرخامه بتاعتي عشان ابدا اكمل فيها عجن. لازم نحط نقطه زيت، ما تخافوش اللي هي لزقت، هي لازم تلزق كده عشان تدينا عرق حلو وتتفرد معانا. بص ما شاء الله معانا عامله ازاي، وبنسيبها تخمر ما شاء الله لحد ما نرجع لكم. كده بقى هنعمل البانيه بتاعنا. نحط الماده الدهنيه بتاعتنا، طبعا اي ماده دهنيه عندنا نحط البانيه بتاعنا عليها. نقول بسم الله اهو، نص معلقه ملح، بابريكا، نص معلقه فلفل اسمر. نبدا نقلب فيها، هي ما بتاخدش اي حاجه على النار، مفيش دقيقتين 3 ترش السكر بسيطه خالص. احنا كده خلاص، كده خلصناها، هي كده استوت. بنشوفها بنختربها دوق بالشوكه، ندوس عليها دوسه صغيره كده نلاقيها خلاص استوت. ورجعنا لكم تاني بعد العجينه بتاعتنا. ما شاء الله الله اكبر، خمرت اهي، انا حاسه بيها اصلا وهي خمرانه في ايدي. العجينه بتاعتنا اهي ما شاء الله، بس طبعا هنقسمها على 2. نحط نقطه الزيت بتاعتنا ونفردها بالراحه حبه صغيرين. بسم الله. طبعا نبقى دهنينها ماده دهنيه الزيت، هي تتفرد بسرعه اهي. هنسيبها بس ترتاح 5 دقايق ونرجع لها تاني. ننزل عليها صوص الكرانش. الصوص ده على فكره احنا ممكن نعمله صوص الكرانش. هنجيب كوبايه زبادي وعلبه مايونيز، على قد كوبايه الزبادي هنحط بردك المايونيز، والتوابل بتاعتنا العاديه خالص، ملح وفلفل، ولو عاوز حلوها طبعا سبايسي نحطها سبايسي. ولازم خضار مجفف، اللي هو قصدي خضره مجففه، ونحطها كده. هي باينه الخضره المجففه باينه اهي، بقدونس وشبت كزبره، ولو نعناع طبعا يبقى حلو جدا. نحط جبنه موتزاريلا طبعا اللي انتوا عاوزينه، طبعا بتحط كتير بتحط قليل زي ما انت عاوزه. البانيه بتاعنا اهو. نكمل الطماطم والخضار، نيجي نكمل الجبنه تاني، واخر حاجه بنحطها الزيتون. هندخلها الفرن على درجه حراره عاليه جدا ماشي، لان هي ما بتاخدش سوا اقل من تقريبا 10 دقائق، من اقل من 10 دقائق كمان. ورجعنا لكم تاني، خلصنا البيتزا تشيكن رانش، طبعا شفتوا جمالها عامل ازاي ما شاء الله. ورجعنا نعمل الفطيره بتاعتنا بقى اللي هي بالسجق. كوبايتين دقيق، البطل بتاعنا، السجق، الزبده طبعا والزيت، بابريكا، فلفل اسمر، الملح. دي هنعملها بالجبنه الكيري والجبنه موتزاريلا طبعا، وحلقات البصل، زيتون مخلي، فلفل الالوان، والزيت والميه. نقول بسم الله. طبعا ذره الملح، الزيت بتاعنا في حدود 4 معالق زيت، والميه نفس الكلام تبقى دافيه. وهنقلبها بالراحه، وهنحط بردك سرسوب مش على بعضها. نقول بسم الله. هننزلها كده وهنعجن فيها بايدينا وهي على الرخامه. طبعا هي بص عامله ازاي، مفتفته خالص. لا احنا هنشتغل فيها دلوقتي وهنعجنها وهتبقى زي الفل، وهنلمها وهتبقى جميله. ايه ده باظت مني؟ لا ما باظتش ولا حاجه، هي كده، هي العجينه كده بتبقى كده. عاوزه زيت ماده دهنيه، احنا كده بنحط بقى بنحط الزبده، نعملها كده وبنفرد، عشان احنا قلنا الفطير عاوز عجن. خلاص كده. طب احنا هنسيبها بس ترتاح شويه ونرجع لكم تاني. سيبها طبعا لما تسخن. هننزل بالسجق بسم الله، هنديله تشويحه خفيفه كده. في المرحله دي بقى بننزل بالبصل، ربع معلقه فلفل، ربع بس، ربع معلقه بابريكا، واقل من ربع معلقه ملح طبعا عشان هو جاي اصلا متبل. كده ننزل ببقيه الخضار بتاعنا، فلفل الالوان. ورجعنا لكم تاني بعد ما العجينه بتاعتنا ارتاحت. نطلعها ونقول بسم الله، نبدا فيها على طول. هنقطعها لكور صغيره وكور كبيره. ليه كور صغيره شفناها وكور كبيره؟ هقول لكم واحنا بنشتغل. هنقطع كده، لازم العجينه ترتاح، لو ما ارتاحتش مش هتعرفوا تشتغلوا بيها. خدنا الكبيره بنلماها كده
هنريحهم بالظبط 5 دقايق وهندهنهم زيت كده عشان ما يلزقوش في بعض عشان نشتغل فيهم. وناخد العجينه بتاعتنا بعد ما ارتاحت، ادهن الزيت بتاعنا لازم تبقى ايه حبه حلوين كده عشان ما تلزقش مننا. هنفردها بالراحه خالص. بصوا عامله ازاي، ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. بصوا عامله ازاي، الله اكبر. بصوا بتتفرد ازاي. طبعا بتكش بس هي ايه ما شاء الله. ولا هنستعمل نشابه ولا اي حاجه. طبعا دي الصغيره. ليه بقى الصغيره؟ انا قلت لكم هقول لكم دي هتبقى ايه، اعتبر المسند بتاع الكبيره زي ما بيقولوا كده، المسند بتاعها هنخدمها بيها. الكبيره هنحملها تحتيها ودي فوقيها عشان المكونات بتاعتنا لما نيجي نحطها تبقى دي ماسكاها عشان ما تبقاش طريه تحتيها. هنقول بسم الله ونعملها كده ونروح حاطينها في الصينيه اهي. ناخد الكبيره وهنفردها بسم الله، ولازم الزيت كده عشان العجينه بتاعتنا ما تلزقش. بصوا بتتفرد ازاي ما شاء الله. نبدا نهوي فيها ما شاء الله ونفتح، مش مشكله لو اتقطعت عادي. هنجيب بتاعتنا بقى الصغيره اللي احنا قلنا عليها ايه، قلنا عليها المسند بتاعها. بسم الله. ونحط جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، فلفل الوان، ونحط الزيتون بتاعنا ما شاء الله. طبعا ده البصل ده اختياري، عاوزين تحطوه حطوه، مش عاوزين براحتكم خالص. احنا بنعمل نقطعها كده عشان بتعمل طبقات تبقى مورقه. طبعا احنا قلنا احنا بنعملها بطريقه وفي ناس تانية بتعملها بطريقه تانية خالص. نقول بسم الله. بين كل ورقه وورقه لازم نحط كده ايه السمنه عشان تبقى مورقه. الصينيه بتاعتنا جبناها اهي، طبعا دهنينها الزيت او السمنه، ونشيلها بالراحه خالص 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 ونسيبها ترتاح لحد ما نعمل التانيه. دي هنعمل لها وش زبده بقى كتغيير بس، لكن هي ممكن تخش كده عادي خالص. كده احنا خلصناهم اهو ما شاء الله، الله اكبر. استنونا بقى لما يستووا ونرجع لكم تاني. درجه حراره عاليه عشان يستووا بسرعه. رجعنا لكم تاني والفطير بتاعنا والبيتزا بتاعتنا استوت ما شاء الله، الله اكبر. شوفوا عامله ازاي ما شاء الله. عملنا بيتزتين، بيتزا بالتشيكن رانش بالصوص الرانش بتاعها ما شاء الله، الله اكبر. ادي واحده وادي واحده. وعملنا فطيرتين، واحده بالسجق وواحده بالجبنه الكيري. ما تنسونيش في اللايك والشير. معاكم الشيف نهاد ابراهيم.